الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. بعد ما خلصنا سلسلة الأبراج المحيرة واللي محدش اتكلم عنها قبلنا، هنتكلم النهاردة عن سلسلة جديدة خالص، هي شخصية الكواكب. إيه ده؟ هي الكواكب ليها شخصية؟ والله زي ما بقولك كده. طب إزاي بقى؟ تعالي معايا وأنا أقولك إن الكواكب ليها شخصية زي البني آدم بالظبط. يا راجل بجد؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده. انتي معانا هتسمعي كلام جديد أول مرة تسمعيه في حياتك. طب سمعيني. نبتدي الأول عشان نركز مع بعض. في الأول اتكلمنا عن صفات الأبراج اللي هي بيأثر عليهم البرج الشمسي، وده بيعبر عن ذاتك الداخلية. عشان كده احنا مش هنتكلم عن الشمس المرة دي، احنا هنتكلم عن الكواكب وشخصيتها وازاي بيتأثر بيها كل برج ومعاهم القمر. طيب تمام، هنبتدي بإيه؟ هنبتدي طبعا بالبرنس اللي محلي دنيتنا وهو القمر. انتي عارفة طبعا ان في حاجة اسمها البرج القمري زي بالظبط البرج الشمسي، هو مكان القمر وقت الولادة، وان القمر بيقعد 2.5 في كل برج، وحسب وجود القمر وقت ميلاد الشخص بيديله صفاته العاطفية. يعني العواطف والأحاسيس اللي بيتحكم فيهم القمر؟ طبعا، وحسب أطوار القمر بتتحدد مشاعرك وانفعالاتك. معلش ممكن توضحي لي أكتر؟ بصي، انت عارفة طبعا ان القمر بيأثر على المد والجزر، صح؟ صح طبعا. طيب، زي ما مية البحر بتتأثر باكتمال البدر، احنا كمان مشاعرنا بتتأثر، وده اللي خلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيصوم ووصانا نصوم أيام 13 و14 و15، وده عشان نخفف من حدة العصبية في الأيام دي. على كده بقى شخصية القمر دي صعبة قوي وبتأثر علينا بشكل كبير، مش كده؟ طبعا، وتعالي اشرح لك صفات القمر. القمر رومانسي قوي وشاعري وخياله واسع وإحساسه مرهف وانفعالاته حادة حسب شكله، سواء كان محاق أو بدر. بعد ما خلصنا القمر نخش بقى على بقية الكواكب، وهنبتدي بأول كوكب وهو عطارد. طيب يلا سمعيني صفات شخصية عطارد هتبقى عاملة ازاي؟ بصي يا ستي، هو شخصيته بتحكم العقل وطريقة التفكير ومهارة التواصل، هو كوكب الذكاء وسرعة البديهة واللباقة والدبلوماسية وازاي الشخص بيعرف يوصل المعلومة. طيب تمام قوي، خشي بقى على الزغلولة الدلوعة كوكب الزهرة. هي فعلا الدلوعة الجميلة واللي بترمز للجمال والحب والرفاهية وكل حاجة حلوة في حياتنا. هي الأنوثة الطاغية والنعومة والرقة والجمال اللي محدش يقدر يقاومه. على كده بقى هي اللي بتدي شخصيتنا صفات منها، مش كده؟ طبعا، هي اللي بتعزز كل حاجة حلوة جوانا وطاقة الإبداع والفن وحب الجمال. هو مين الكوكب اللي بعدها؟ اوعي تقوليلي المريخ، الكوكب الأحمر. يا نهار أبيض، اوعى وشك، ده كوكب النار والحرب والدمار. تمام كده، وطبعا مش محتاج أشرح صفاته لأنه باين من اللي قلتيه إنه ناري وقاسي وبيعبر عن كل حاجة قاسية في حياتنا. وعلى فكرة هو عكس الزهرة وبيدي طاقة الذكورة والرعونة والاندفاع والجفاء والقسوة، وهو المسؤول عن العنف والانفعالات الحادة. بعد الحرب والدمار والنار دي ندخل على كوكب بقى يطري القعدة ويعدل المزاج. كلميني عن المشتري. الله، بجد ده كوكب الحظ والفرفشة والشهرة والثروة والتوسع، وده كمان بيدينا الحكمة والتعقل
وكل الحاجات اللي بتسعدنا. جينا للي خايفة منه من ساعة ما قلت شخصية الكواكب. حزن الحزن كوكب زحل، مش ده برضو اللي بيقولوا عليه نحس وإن وش الخراب على اللي عنده، مش كده؟ كان زمان فعلا بيوصفوا زحل بأنه كوكب النحس الأكبر، وصح عندك حق تخافي، بس بلاش التشاؤم لأن علماء الفلك صلحوا صورته شوية وقالوا عليه الوصف الصح، إنه المعلم الصارم. عارفة لما يبقى عندك مدرس رخم شوية وبيدرس مادة رخمة ويشد عليكي عشان يعلمك ويفهمك، هو بالظبط عامل كده. هو بالعكس بيدي طاقة جامدة للي بيجتهد، لكن اللي بيتدلع بيديله على دماغه وما بيرحموش ويحاسبه على القديم والجديد، لأن شخصيته حازمة وجد قوي، ما بيحبش الدلع ولا الطبطبة وملوش خالص في الهزار، يعني من الآخر نكدي شوية. الكواكب الجاية كله جديد في جديد. عايزين تكلمينا عن الكواكب الجديدة اللي طلعت في المقدر جديد وفي علم الفلك، وطبعا انت عارفة أنا قصدي على إيه. طبعا عارفة، دول بنسميهم كواكب الأجيال لأن قعدتهم بتطول في الأبراج لسنين طويلة ويأثروا على جيل بحاله. هما أورانوس ونبتون وبلوتو. شوقتيني أعرف شخصيتهم إيه. أورانوس هو التمرد والثورة على كل ظالم، ما بيقبلش للحرية حلول وسط، ودايما بيتمرد على كل حاجة ممكن تحكمه وتأيد حركته. ماشي تمام. طيب ونبتون؟ أما بقى نبتون فده نايم في العسل، مش عايش معانا على الأرض وسارح في ملكوت الله. الناس في حتة وهو في حتة تانية خالص، على طول هربان من الواقع وغرقان في قصص الرعب والخيال العلمي وأي حاجة غريبة مريبة، ودماغه متكلفة وهو المسؤول عن الإدمان في العالم، مش بس المخدرات، لا إدمان أي حاجة خلقها ربنا، المهم يهرب وما يواجهش الواقع. جينا المسك الختام، بس الحقيقة هو مش مسك خالص، ده مر وعلقم، جبار ومسيطر، ومفيش حاجة بتخرج سليمة من تحت ايديه، ولازم يجيبك على الأرض حرفيا، مش كده يا رشا؟ فعلا، ده اللي بيهدم كل حاجة قديمة ويبنيها من الأول وجديد. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة عن شخصية الكواكب وعرفنا شخصية كل كوكب، عشان لما نتكلم في الحلقات الجاية عن تأثيرها على الأبراج اللي موجودة فيها تبقوا عارفين القصة من الأول. عشان نستمر معاكم ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير كتير جدا جدا علشان نفضل مستمرين معاكم وبيكم. استنونا في الحلقة الجاية، هتوحشونا.